الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين، خليل رب العالمين، قائد الغر المحجلين، إمام المتقين، رحمة الله للناس أجمعين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، سأتحدث عن دوحة غناء وارفة الظلال، قوية الجذور، رقيقة الأنسام، جميلة الأطياف، أغصانها متشابكة وفروعها سامقة، أوراقها ندية وسيقانها مورقة وثمارها يانعة وشذاها طيب وعبيرها فواح وجداولها مترعة، تملأ الحياة جمالا وبهجة. سأتحدث عن دوحة معطاء تعطي الكثير وتأخذ القليل وترضى باليسير وتموت واقفة. سأتحدث عن الدوحة التي تعطي الحياة معنى، وتعطي الحب ألقا، وتعطي الروح روحا، وتعطي القلب إشراقا، وتعطي النفس بهجة. أتظنونني أتحدث عن لغز محير أو عن موضوع معقد؟ سأتحدث عن الأم. هذه المعاني، معاني الدوحة ومعاني الجمال ومعاني العطاء ومعاني الثمار ومعاني الندرة، لا توجد في مخلوق في الأرض إلا في الأم. هي مصدر الحنان ومنبع العطف وأساس الحب الذي لم يعرف الناس إلى يومنا هذا قيمته. ومن أراد أن يعرف الحب في أبهى صوره وفي أسمى معانيه وفي أنظف ممارساته وأطهرها فليمارس الحب مع الوالدين. والإسلام عنوان الكمال فيه أن تعرف للوالدين قدرا، ذلك جزء من رد الجميل ومن حفظ الفضل ومن رعاية الحقوق، وليس هذا تفضلا منك ولا منة، إنما هو حق عليك. وبالوالدين إحسانا. وميز الأم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفي الأحقاف حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وإنه الامتداد وأصلح لي في ذريتي. الأم في الغرب
لا يعرفون قيمتها إلا في يوم من العام. تواطؤوا وتواثقوا واجتمعوا لما رأوا النفار ولما رأوا النفرة والوحشة تدب إلى كيان الأسرة، فجعلوا يوما للمعايدة وببطاقات وباقات التهنئة والزهور التي ترسل إلى الوالدة أو إلى الوالد وخاصة الأم، وجعلوا لذلك عيدا مزعوما أسموه بعيد الأم. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا ونقول لا يوجد أصلا في عالم الإسلام عيد غير أعيادنا الشرعية بممارساتها الراقية وبشعائرها وبعباداتها الموجودة فيها. ونحن لا نحتاج إلى عيد الأم، لأن الإحسان المطلوب منا تجاه والدينا إنما هو إحسان دائم وعطاء لا يتوقف. من ذهب بوالده إلى دار العجزة فليجعل لنفسه يوما يذهب فيه ليعيد على أمه، لكن من كان والده في كنفه وبالقرب منه ولا يمله ولا يسأمه، فلماذا يجعل لنفسه يوما للمعايدة؟ المعنى جميل في يوم عيد الأم أن يقدم كل أحد لأمه هدية. الظاهر جميل والباطن قبيح. طيب بعد ما تديها الهدية تاني بتديها هدية 200 السنة الجاية؟ أنت مشؤوم السنة الجاية. الغربيين ما شافوا الناس اللي بيحججوا أماتهم عندنا في السودان، لو كان شافوهم ما كان جابوا لهم عيد الحب وعيد الأم وعيد الشجرة. لو شافوا من يحمل أمه إلى الحج ووالده إلى الحج لما قال ذلك. أي زول بيقدم لأمه هدية في السنة مرة هذا شابه أهل أوروبا في السنة مرة، لكن لو وديت حسة وبعد شهر اديت هدية معنى عيد الحب انتهى، عيد الأم انتهى، لأنه عيد لأجل التواصل، وأنت تتواصل مع أمك إذا كنت مسلما حقا بعدد الأنفاس. إذا احتاجت وجدتك بالقرب منها، وإذا مرضت فأنت عند رجلها، وإذا احتاجت فأنت عند رأسها، وإذا أشارت فأنت الطائع الملبي لأوامرها، وإذا نظرت فأنت تبادر إلى محل نظراتها التماسا للطاعة وطلبا للبر. يؤسفني أيها السادة أن أقول أن العالم الإسلامي للضعف الذي أصابه والوهن الذي أحاط به صار تدينه تدين مواسم. الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفوه يوم 12 ربيع الأول من كل سنة، وتاني سنته، منهجه، رسالته، نفسه، حياته، قيمه، مبادئه، سيرته، ثوابته، أين هي في حياة الناس؟ وهم يفرحوا، يحسوا بنوع من الارتياح، لأنهم في دواخلهم يدركون أنهم مقصرون تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا ذهبوا يوم المولد ومعهم الأطفال واشتروا الحلوى ظنوا أنهم قاموا بالواجب وأحسوا بنوع من أنواع الارتياح النفسي. هذا تدين الأهواء وليس بالتدين الذي يريده رب العالمين. وعيد الأم لما نجي هيجي زول يذكر أمك اديها هدية، ما بكرة عيد الأم، انت زمان قاعد وين؟ يقوم يجي يوم عيد الأم يشيل هدية يديها لأمه، يقول يا سلام أنا ارتحت كده شديد،
يحس بنوع من أنواع الارتياح. هذا تدين نفساني، تدين نفسي، وليس هو التدين الذي يريده الله جل جلاله. عنوان خطبتنا: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الورى بالري أورق أيما إيراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولي، شغلت مآثرها مدى الآفاق. من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. وبالوالدين إحسانا، كلام لا يعلوه كلام، وقول لا يسمو فوقه قول. وبالوالدين إحسانا يعني الاحترام والأدب والإحسان والبر والمساعدة والتودد والتلطف والقرب. وبالوالدين إحسانا كلمة جامعة وعبارة ينبغي أن يقف الناس جميعا أمام هذه العبارة المختصرة المفعمة بمعنى العطاء. الدوحة هي الأم التي ربت وسهرت وتعبت وشقيت وكافحت وناضلت وجاهدت وتحملت وخرجت وحملت، كل هذا في هذا المخلوق الضعيف. قد تكون الأم بسيطة في فهمها، في طريقة تعاطيها للحياة، ولكنها تلد الأفذاذ وتخرج العلماء وتلد القادة الذين يقودون البشرية. زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه واستأذن ربه في الدعاء لها فلم يأذن فبكى. وهكذا الأنبياء: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الجبار الشقي العاق لأمه. إذا أردت أن ترى شقيا يمشي على قدميه فانظر إلى كل من يعق أمه. لكن حتى بعض الناس الآن، كثير من الناس مشكلتهم يعتقد كثير منهم أنه يبر أمه. قاعد مع أمه عادي معاها، بيطلع بيجي خاشي فوقها، مرة يسلم ومرة ما يسلم، يوم سلام بالمزاج، ويزور بالمزاج إذا ما قاعد معه. بتخيل يقول لك أنا باري أمي. سأتحدث عن بعض صور العقوق الموجودة في المجتمعات، وأول ذلك التأفف والضجر وتقطيب الجبين. يعني الواحد كان زعل يا من جبين عقد أمام والده هذا عاق. العقوق ده إلا مظاهرات، يعني إلا زول يعمل مظاهرات يكورك مشاكل أمه وأبوه. خلي النهر أن تنهر فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثانيا من صور العقوق أن ترمقهما بنظر حاد. في نوع ما بيتكلم مع أبوه كلام فارغ، لكن بيعاين لأبوه عين حارة أو لأمه تقول كلام ما رضاه يقوم يعاين له بغضب. هذا كما قال عروة ابن الزبير: من رمق والده بعين غضب كتب عند الله عاقا. ما ضروري يقول بخشمه. ثالثا التعدي بالسب والشتم والتجريح. وأسوأ أنواع العقوق أن تمن عليهما. ما سويت لكم أنا، دايرين شنو تاني مني؟ قصرت معاكم في شنو؟ أنا ما قاعد أسوي لكم، وحياتي دي كلها حسها ما عشانك أنت سويت شنو وهم سووا شنو؟
قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: لا يجزئ ولد والدا إلا أن يجده عبدا مملوكا فيشتريه فيعتقه. دار تقوم بحق أبوك وأمك كامل، تلقاهم عبيد، تدفع حقهم وتطلعهم، ولن يكون هذا أصلا. طالما أنت حر معناهم أحرار. وهذا على سبيل التعجيز. ابن عمر جاءه شاب قال: حملت أمي في الحج حتى أدت كل المناسك وهي على ظهري، وقد رأيت بعض هذه المواقف. رأيت شخصا من شرق آسيا يحمل أمه، يحمل أباه رجل يحمله في قماشة، رابط القماشة في نصه وشايل أبوه كبير في السن كأنه زغب طائر. شفتوا الطيرة المولودة جديد بس زيه كده، شايل قدامه، عامل له كيس خرتاية قدامه، شايل بخاخ بتاع مويه باردة، وماشي على أقدامه من منى إلى عرفات 8 كيلو، شايله ماسك بإيده الشمال شمسية، وبإيده الثانية بكب لأبوه المويه بورا بالمويه الباردة يبخ له البخاخ. وعمك الموضوع عاجبه ومبسوط. شفتوا كيف؟ يعني أنا والله قربت أمشي أقبل راس الولد ده. يقوم بعد شوية يدخل البخاخ، يطلع تفاحة، يمضغها، يناوله في خشمه، وماشي. بعد شوية يطلع مويه الصحة، يفتحها، يناوله، يسقيه. بعد شوية يطلع البخاخ الفوق مويه باردة ويرش له، وماسك بيده الشمال الشمسية. ده داير له عيد الأم حق الناس اللي ما بيعرفوا قيمة الأم بالمناسبة. هذا هو الباطن الحقيقي. أما الظاهر جميل، أن تقدم لأمك هدية، هذا جميل، ولكن أدلك وأقول لك: قدم لوالديك هدية، ولكن دائما. ده الفرق. هم قالوا هدية ونحن قلنا هدية، هم قالوا مرة في السنة ونحن قلنا طوالي. قدر ما تلقى. قال لابن عمر: حملت أمي فوق ظهري حتى قضت كل مناسك الحج وهي على ظهري، هل تراني وفيتها حقها؟ قال: ولا طلق من طلقاتها وهي تئن عندما كانت تضعك وأنت جنين. ولا طلق ولا صرخ ولا أن من الأنين وأنت في رحمها ترفث وتريد أن تخرج إلى الحياة. أي معاناة هذه! إنها والله الأم الدوحة، وارثة الظلال، ندية الأوراق، سامقة الفروع، جميلة المحيا، بهية الطلعة. الحياة بغير أمهات لا تساوي شيء.